السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. مدام هناء بتقول ان الناس الأشرار، الناس يعني اللي ما بتعرفش ربنا، الناس اللي عايزة تضر مدام هناء يعني بأي طريقة، دخلوا على الأكاونت بتاع العريس اللي متقدم لها وكتبوا له كلام وحش جدا على مدام هناء. طبعا كتبوا له ان هي متجوزه مرتين قبل كده وفشلت، ان هي بتستغل الراجل العجوز، ان هي يعني استغفر الله العظيم. كتبوا له كل الحاجات الوحشه اللي في الدنيا كتبوها لمدام هناء. طب انا عايزه اسال سؤال، ليه انتوا بتعملوا كده؟ ليه يعني الراجل ما عملش حاجه، الراجل طالب واحده على سنه الله ورسوله. ايه لازمه ان انتوا تخشوا وتقولوا الكلام الوحش ده على مدام هناء؟ يعني حرام، حرام اللي انتوا بتعملوه ده، حرام الضرر. كل حاجة عمالين بس نفسكم تضروا مدام هناء بأي طريقة عايزين ضرر لمدام هناء، مش عايزينها تفرح أبدا. بالعكس، انتوا عايزينها تشوفوها كده يعني مذلولة قدامكم، عايزينها تشوف قناتها واقعة، عايزين تشوفوا يعني طليقها طالع يشتم فيها، طليقها طالع يقول كلام وحش عليها. نفسكم كده ان مدام هناء ما تشوفوهاش تاني على اليوتيوب. لا حول ولا قوة إلا بالله. الست ما يا جماعة الست قدامكم اهي بتضر حد، بتعمل حاجة وحشة في حد عشان تتمنوا لها الضرر. انتوا ما شفتوش اللي بين الراجل ومراته؟ الست طالعة بتحكي بالتفصيل الممل، بتحكي بكل حاجة، يعني حكت كل حاجة، خد منها ايه وعمل ايه معاها وكل حاجة حكتها الست. ايه بقى؟ ليه اشمعنى انتوا بتكذبوا مدام هناء وبتصدقوا طليقها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. المفروض انتوا ستات تحسوا ببعض، يعني الست تحس بالست زيها، انها اتظلمت، انها كانت متجوزه واحد طمعان فيها. الست تحس بالست، مش الست تبقى ضدها وتقف مع الراجل. يعني انا مش فاهماكوا، انتوا بس عايزين ضرر لمدام هناء وخلاص. المهم، دخلوا طبعا كتبوا كلام وحش كتير على مدام هناء. وبعدين في نقطه هنا، مدام هناء ما تزعليش مني، انتوا غلطتوا صراحه. عريس متقدم، قولوا ان في عريس متقدم دكتور في الجامعة، لكن لا تنزلوا اسمه ولا تنزلوا صورته. ليه؟ لا، اديكوا شفتوا الناس اللي ما تعرفش ربنا دخلوا قالوا ايه وعملوا ايه. ما كانش ليها لازمة خالص، لا الصورة ولا الاسم. احنا هنقول في عريس متقدم لمدام هناء دكتور في الجامعة. والله اللي يصدق ما يصدقش ان شاء الله عنه ما صدق. اللي يصدق يصدق، واللي ما يصدقش ان شاء الله عنه ما صدق. لكن ننزل صورة الراجل وننزل اسمه وشغلته ويخشوا يبهدلوه ويتكلموه ويقولوا له ده فيها وفيها وفيها وفيها، دي صراحة انا يعني ما تزعليش مني يا مدام هنا، دي ما كانش لازم تحصل ابدا. يعني ما كانش لازم تحصل ابدا. وتنزلوا صورة الراجل، والراجل يعني شوفوا اديكوا شفتوا تنمروا عليه قد ايه والناس وما سكتوش. ده اصغر منها، واللي يتكلم يقول ده مش عارفه شهادة ابتدائية، واللي يقول ده معاه اعدادية الراجل اتنمروا عليه كتير جدا جدا. قبل كده بردك لما نزلت الصورة بتاعت العريس بتاع الإمارات، دخلوا بردك وتنمروا، قالوا كلام كتير جدا عليه، وقعدوا يقولوا ده أصغر منها بكتير، ده ابن صاحبتها، ده بردك الراجل ما سلمش منهم. فما فيش داعي أي عريس يجي المدام هناء، يا ريت ما تقولوش خالص غير لما ربنا يتمم لها بخير. لما ربنا يتمم بخير قولوا ان في عريس جه وخطب مدام هناء، او مدام هناء هتتجوز وكده. يا جماعه ما سمعتوش عن العين بتفرق الحجر؟ ومدام هناء انت بتقولي كمان ان في واحده قالت لك، حلفت لك انها هتسيب جوازه ليكي تكمل، وهيعملوا وهيقولوا. طيب يا مدام هناء، لما في واحده دخلت قالت لك كده، يبقى خلاص يا مدام هناء ما تقوليش اي حاجه تخصك او تخص موضوع الجواز ده. زي ما المثل اللي بيقول داري على شمعتك تقيد. اول ما يجي عريس يا مدام هناء ما تطلعوش تقولوا انه في عريس، خلي كده ربنا يتمم على الف خير. وبعد كده اما تيجي مدام هناء هتتجوز او هتكتب كتابها او اي حاجه، طلعوا اعلنوا وقولوا ان في عريس جاي لها، او مدام هناء هتتجوز. مفيش داعي بردك نذكر اسمه،
مفيش داعي نذكر اسمه. مدام هناء بتقول اي واحد يتقدم لي لو صدق اي كلمة عليا انا مش عايزاه. صح، عندك حق يا مدام هناء. الراجل لما يجي يتقدم لواحدة لازم يبقى واثق وداخل ومتأكد انها انسانة كويسة جدا. بس برضك يا مدام هناء كتر الزن على الودن، الزن على الودان امر من السحر، الزن على الودان امر من السحر يا مدام هناء. فما فيش داعي برضك نقول، ما فيش داعي ان احنا نقول، داري على شمعتنا تقيد. مدام هناء بتقول انا عايزه تتجوز واحد. هي مش الست مش عايزه تتجوز عيل صغير يا جماعه، زي ما انتوا عمالين تطلعوا وتكتبوا وتقولوا عايزه تتجوز مش عارفه اصغر منها وقد ابنها والكلام ده. الست عايزه تتجوز واحد قريب من سنها، يعني قريب من سنها او اكبر منها. وبعدين عادي يعني الست لما تتجوز واحد اقل منها بسنة ولا 2 ولا 3 عادي خالص، ما فيش مشاكل. يعني 2 ولا 3 ولا 4 ما فيش مشكلة ابدا. وياما ناس انا اعرف واحدة متجوزة واحد اكبر منها ب6 سنين، هي اكبر منه ب6 سنين وعايشين كويسين جدا، يعني ما فيش مشاكل. وخصوصا لما كمان لما يكون الست ما شاء الله عليها مش بيبان عليها السن. ايه المشكلة يعني؟ مدام هناء مش كبيرة، مش ست عجوزة، مش ما بتعرفش تقوم من مطرحها. مدام هناء ما شاء الله عليها نشاط، ايه نشاط عيلة. ما تزعليش مني من كلمة عيلة دي يا مدام هناء، انا اقصد نشاط واحدة صغيرة عندها 30 سنة. ويمكن اللي عندها 30 سنة ما تقدرش تقوم وتجري وتروح وتعمل كل اللي مدام هناء بتعمله. الحق حق ربنا يتقال يعني اقصد ما شاء الله عليها مدام هناء، ما شاء الله عليه. انتوا عمالين تقولوا سنها 60 سنة 60 سنة. لا طبعا مدام هناء، لا مدام هناء أنا لسه احسبوا عمر بنتها الكبيرة فيروز 25 سنة، ومدام هناء يعني يا دوبك في اول الخمسينات، مش 60 سنة زي ما انتوا ما بتقولوا. وحتى لو 60 سنة وصحتها ما شاء الله 5 وخمسة في عين العدو يعني. مش بنحسد يا مدام هناء، ربنا يبارك في صحتك وفي عمرك يا رب. حتى لو 60 سنة والست شايفة صحتها ما شاء الله كويسة، ليه ما تتجوزش؟ ايه العيب في كده؟ السن عمره ما كان بيعيب. وبعدين اقول لكم على حاجة، ياما ناس سنها 20 و30 سنة وعايشة سن 50 و60، وياما ناس سنها 50 و60 سنة وحاسين ان جواهم يا دوبك 30 سنة. مش بالسن، مش بالسن يا جماعة. المهم البني آدم نفسه، الست نفسها عاملة ازاي، صحتها عاملة ازاي. وبعدين بلاش تقعدوا كل شوية تقولوا لها تتجوزي ليه تتجوزي ليه، عيشي لبناتك. طب يا جماعة الوحدة صعبة، الوحدة ما فيش أصعب منها في الدنيا. وبعدين هي مدام هناء شغلة نفسها باليوتيوب ليه؟ لأن عايشة برضك الست وحيدة، الست عايشة وحيدة، ما فيش حد معاها. بناتها ربنا يبارك لها فيهم، بس برضك كل واحد بيشوف حياته. يعني ياسمينة بتشوف بيتها وجوزها، وفيروز عايشة مستقلة وحدها. يعني الست عايشة وحدها، فبتحط همها في هم الفيديوهات، بتحب تعمل فيديوهات كتير ليه؟ عشان تسد الدين اللي عليها من ناحية، وبتسلي نفسها. يعني بتسلي نفسها، بتخش شايفة ناس بيحبوها وهي بتحبهم، فبتعمل فيديوهات بتضيع اليوم. طب قوليلي كده، لو هي ما عملتش فيديوهات هتضيع اليوم في ايه؟ هتعمل ايه؟ هتصحى الصبح تفطر وتخش تنام، تتغدى وتخش تنام، تتعشى وتخش، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه ست كده؟ لا اختها جنبها ولا اخوها جنبها ولا عمها ولا حد من قرايبها جنبها. وبعدين بيتهيألي كده ان الدول الاوروبيه او الفرنسيين ما عندهمش حته ان احنا زي عندنا كده بنروح لجيراننا وجيراننا يجينا ويبقى يعني زدنا في دقيقنا كده. بيتهيألي ما فيش كده هناك. فالست هتبقى قاعده كده وحدها في قلب البيت. فالست بتطلع تنفس عن نفسها، تعمل شوية فيديوهات. ايه المشكلة يعني؟ ليه يا عم زهقتينا؟ وكل شوية لو فتحنا الحنفية هنلاقي هناء منزل لنا فيديو. يا جماعة مش كده، صلوا على النبي. انتوا ما جربتوش الوحدة، انتوا ما جربتوش الوحدة اللي الست عايشة فيها. لا إله. هي اما اتجوزت طليقها ده اتجوزته عشان ايه؟
عشان عايشه في وحده برضك يا جماعه، عاشت 10 سنين ما تهنتش بحياتها. يعني مدام هناء ما تهنتش بحياتها، شقيانه طول عمرها، اتجوزت جوازه واتطلقت بعدها بكام سنه على طول، وعاشت يعني شقى الدنيا كله فيها انها تسيب عيالها وتجري وتشتغل وتعمل عشان تربي عيالها احسن تربيه، وما يبقوش محتاجين لحد، عشان ما يبقوش محتاجين لحد. لما قعدت 10 سنين الوحدة برضك عايزة تتجوز واحد تحس انها مركونة، ليها سند، ليها ظهر، اتجوزت عشان يبقى ليها سند وظهر، لكن ربنا ما وفقهاش في الجوازة دي. وايا كان بقى، كان طمعان فيها ما كانش طمعان فيها، دي اراده ربنا وده نصيبها انها تتجوز. وان شاء الله يا مدام هناء ان شاء الله تحصلي. انت بتقولي المحاميه قالت لك ان شاء الله على العيد الكبير باذن الله. ان شاء الله يا مدام هناء، زي ما بنقول احنا ما بنحبش زي ما تقولي خراب البيوت، بس كده كده انت متطلقه قدام ربنا وملكيش راجعه تاني ليه، فربنا يرزقك يا رب، ربنا يرزقك يا رب يا مدام هناء بالزوج الصالح اللي يعوضك تعب السنين وشقى السنين دي كلها. بس يا رب يا مدام هناء، يا رب ما يجيلك عريس ما فيش داعي تجيبوا سيرة خالص ان في عريس متقدم، داري على شمعتك تقيد. وما تزعليش مني ان انا بقولك انت غلطتوا في انك نزلتوا صورة العريس. انا ما اعرفش اصلا يا مدام هناء انت بتسمعي فيديوهاتي ولا لا، الله اعلم. بس يا ريت حتى لو حد سمع فيديوهاتي يقول لها ان ام رقية بتقولك مفيش داعي انك تنزلي صورة اي عريس يجيلك. وان شاء الله ان شاء الله نبارك لك قريب، وربنا يبارك في ولادك يا رب. ويلا بقى يا بنات عشان ما اطولش الفيديو اكتر من كده، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامة.